ثلاث دوائر كهربائيه مهم جدا تعرفهم وانت بتاسس لبند الكهرباء: دايره الاناره ودايره القوه وكمان دايره التيار الخفيف. وعشان تاسس الثلاث دوائر دول في اي منشا محتاج شويه خامات نضيف وبيتعملوا بمواصفات معينه هقول لك عليهم دلوقتي، زي الخراطيم واسلاك الكهرباء وعلب الكهرباء ولوحه الكهرباء وكمان البرايز والمفاتيح واللقط واللمض وخلافه. وقبل ما نبدا انا بقول لك اهو اوعى تسترخص في بند الكهرباء بالذات، الغالي فيه رخيص والرخيص فيه هيسوح. الخراطيم هتستخدم علاء الدين او مصطفى محمود، النوعين دول كويسين جدا وانا عن نفسي بشتغل بيهم، وفي منهم طبعا اقطار مختلف حسب نوع السلك اللي هتمشيه جوه الخراطيم واللي هنعرفه مع بعض بعدين. الفليكسبل برضو مهم جدا في الاماكن الضيقه واللي فيها وصلات صغيره اللي صعب اتني فيها الخرطوم الكبير وبتبقى اسهل في الانحناءات الحاده. السلك يفضل نوع معتمد طبعا، والافضل السويدي ويكون اصلي، هتجيبه من التوكيل السويدي نفسه او مؤسسه اسمها جبريل. جبت من بره انت حر على مسؤوليتك، ولو طلع اصلي انت وحظك، ولو طلع مضروب انت وحظك برضه. العلب ماجيك واللمبات يفضل ليد. لوح الكهرباء افضل ماركتين فيهم شنايدر واي بي بي، وابعد خالص عن ماركه هاجر اللي زي الزفت دي.